حاجه انه منتخب مصر النهارده بيتعادل مع منتخب الكويت 1-1، والكل كان يطمح ببدايه اكثر تميزا، اكثر انتاجا على صعيد الاهداف. بقى في حاجات كتير انت دايما بتحط عينك عليها وبتبقى عارف انه انت شايف بعينك انه في سلبيات، لكنك جوه بطوله مجمعه بتنطلق وجوه مباريات ومنافسات قويه لازم يبقى عندك نوع من انواع الهدوء في النقد، والهدوء حتى كمان على صعيد الكلام الفني. عارف كويس، وده حق للكل. دايما انا مقتنع ان الجمهور جمهور عاطفي جدا تحركه العاطفه، وده حقه. معلش يقدر يقول له لا ما تقولش كذا وما تفكرش فيها كذا، ده حقه. لكن دايما بشوف انه الاعلام ممكن يبقى عنده دور مختلف. المحللين وهم بينتقدوا بيبقى عندهم دور مهم، ودورهم دايما هو للتحسين للتجويد. يعني انت بتدور دايما انك عايز الافضل وعايز الاحسن يعني. وانت خلاص وصلت لمرحله انت كمشاهد بقيت برنس، انت قاعد حاط رجل على رجل، عارف مين بيقول ايه فين ليه ازاي، هل فيها من وراها مصلحه ولا بيخبط في ده علشان يجيب ده علشان يحط ده في جوه خناقه معينه، ولا فيها مصلحه معينه، ولا الحمد لله بفضل الله من اول دقيقه ابتدينا فيها الشغلانه دي مع حضراتكم وانتم عارفين الحمد لله ما عندناش اي مصالح، ما عندناش اي اهداف من اي شيء الا انه نشوف بلدنا، نشوف منتخب بلدنا في افضل حال. ده اللي احنا بنشوفه. وعلى ذلك النتيجه مش عجباني، انا الحقيقه مش عجباني. انا في دماغي فكره انه اللقاء ده انت كنت تقدر تكسبه وتاخد من وراه دفعه معنويه. النتيجه مش عجباني، لكن دايما هشوف انه المشاكل اللي وقع فيها منتخب مصر من السهل جدا تداركها، من السهل جدا ان انت تتعامل معاها. انت النهارده بتهدر فرص، طيب يبقى انت محتاج تشتغل على الفينش، وهنا الفينش هيتطلب تركيز اكتر من اللعيبه. انا كمدير فني راجل جايب لعيبه، دي لعيبه جاهزه، انا مش جايب لعيبه لسه عندها 20 سنه و22 سنه ولسه هتبتدي حياتها الكرويه ولسه هنعلمهم، لا دي كلها لعيبه دوليه بسم الله ما شاء الله عندها تاريخ كبير يعني. فمطلوب تركيز، مطلوب يبقى فيه مذاكره اكتر، تحفيظ اكتر، حاجات شبه كده. منتخب مصر النهارده اتعادل مع منتخب الكويت وكان متاخرا في النتيجه، لكنه مع ذلك كان مستحوذ على اللقاء. وهنا انا ما اعرفش الناس زعلانه ليه من كلام الكابتن حلمي طولان. انا هو كل اللي فات ده انا بحب اتكلم كلام منطقي. زعلانين ليه من كلام الكابتن حلمي طولان؟ الماتش كان في اتجاه واحد، ايوه منتخب مصر كان مسيطرا ومستحوذا على اللقاء، ده كوره.